السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه سهل وبسيط ومكوناته بإذن الله متاحة وموجودة في كل بيت بأمر الله تعالى. معايا 3 كوبايات من الدقيق، 3 بيضات، ممكن نحط 4 لو الحجم أقل، نص كوباية من الزيت، كوباية من السكر، معلقة كبيرة من اللبن البودرة، كوباية مية دافية، معلقة من الخل، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وذرة من الملح. معايا فانيليا، هنا انا مش مستخدمه الفانيليا، انا مستخدمه بشر البرتقال مجففاه وطحناه. ومعايا صينيه مقاس 30 في 40 مبطناها بالزبده والدقيق بالشكل ده. طبعا نحط مكونات الجافه. طبعا انا نخله الدقيق كويس، هحط مكونات الجافه على بعضها. حطيت الدقيق، عليه اللبن البودره، عليه بيكنج باودر وذره الملح، وهقلب المواد السائله كلها، احطها على بعضها، احطها بحبه من بشر البرتقال على البيض مع معلقه الخل، وهضيفهم في دورق الخلاط مع السكر والزيت، وهضربهم كويس مع بعض لحد ما يفتح لون البيض كده ويبقى لونه ابيض شويه. هيبقى بالشكل ده. انا كده ضربته في الخلاط، هيبقى بالشكل ده. هنحطه على المواد السائله، على المواد الجافه، ونقلبها كويس مع بعض. ننزل كل اللي في الدورق بتاع الخلاط لانه يعتبر من المقادير. هنقلب كويس، وانا كده الخليط تقل في ايدي، فهنزل بالميه شويه بشويه. احنا ممكن نستغنى عن الميه ونحط لبن حليب، ونستغنى كمان عن معلقتين البودره في وجود اللبن الحليب بالشكل ده. انا كده مسخنه الفرن مسبقا. هحط بقى الخليط في قلب الصينيه، هنزله في قلب الصينيه، انزل كل اللي في الطبق عشان ما يدينيش سمك رفيع بزياده. هو في الاول وفي الاخر هو يبقى سمكها مش عالي. واحاول بقى ان انا اوزع كده في الطبق اللي في الصينيه كويس بالشكل ده، وادخلها على فرن متوسط الحراره، اللي هي درجه حراره 180 رف الاوسط، وبياخد حوالي مده ربع ساعه. ممكن اختبرها بعد 10 دقايق. وده معايا كده الشربات اللي انا هسقي بيه الكيك بعد ما يطلع. معايا نص كوبايه من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، وفي شعره فانيليا، وعصره نص ليمون. كده الكيك طلع عندي اهو، بقى اخد ربع ساعه طلع. هسقيه بقى هيهدى شويه بسيط، يعني 5 دقايق كده، واروح مسقيه بقى بالكيك بالشربات. هسقيها كلها بالشربات، واوزع الشربات. هي اخدت كل كميه الميه الشربات اللي معايا دي. في الوقت ده انا ضربت الكريمه، حطيت كوبايه من كريم شانتيه، والكوبايات اللي انا بقول عليها كوبايات كلها الكوبايات المعياريه. كوبايه من كريم شانتيه اخدت حوالي كوبايه وشويه من الميه. ضربتها لان انا عايزه الطبقه بتاعه الكريمه دي تبقى خفيفه، لان هي سمك الكيكه مش عالي، فانا عايزه طبقه الكريمه اللي فيها تبقى سمكها اكبر شويه. فحطيت كميه من الكريمه، يعني حطيت تقريبا الكوبايه كلها، فخدت برضو طبقه معقوله من الكيك من الكريمه على الكيكه. هحاول ان انا اسويها الكميه كلها، بسويها. مش مطلوب ان انا اسويها قوي، لان في النهايه هستخدم السكرابر اللي هو المشط، بس انا بحاول انها عشان بس متبقاش بس حته طالعه وحته نازله، فبحاول ان انا اسويها مع بعضها كده. انا حسيت ان الطبقه اقل شويه، فانا حطيت شويه كمان من الكريمه. هسويها بقى عشان تبقى كلها مساء واحد. وهجيب السكرابر المشط واعمل لها التجزيعات بتاعتها بالشكل ده. هي مش هتبقى، هي بتدي التجزيعات دي بتدي شكل حلو للكيكه، وتسهل عليكي كمان عمليه التجليس. مش لازم الحاجه تبقى ناعمه قوي، فده بتسهل بالنسبه دي مش هتبقى ماشيه قوي في التجليس ويبقى ناعم وكويس. ديت حركه بتبقى لطيفه شويه في الكيكات والجاتوهات. قطعتها كده بالشكل ده، وكان معايا وكان عندي شويه من الفروت المسكره زينتها بيها.
زينها بالمتاحة عندك. انا كنت شاريها والولاد ما رضيوش يخلوني احطه في الكيك لانه ما حبوهوش، فانا زينت بيها الجاتوه بقى. اللي ياكلوا ياكلوا واللي ما ياكلوش بيشيلوا على جنب، فمش مشكلة بقى عشان ما خسارة يعني. وما كانش عندي برضو حاجة تانية ازين بيها، فده كان متاح عندي، فده شكل معقول وحلو الحمد لله. والهنا والشفا اللي اكل يا رب العالمين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. هي كيكه هي بعد ما طلعت واتقطعت سمكها مش عالي قوي، القطعة على قد الفرد، واللي محتاج حاجة حتة تانية يبقى ياخدها. بس هي كده كانت قطعة مناسبة لو عدد افراد كتير، هترمي معاكي لمجموعة كبيرة. عندك عيد ميلاد، عندك حاجة هي اقتصادية مش هتبقى مكلفة، وخصوصا في الاوقات الاقتصادية اللي احنا فيها اليومين دول. ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب العالمين، وفي نفس الوقت نفرح ولادنا بالمتاح عندنا. الكيكة كانت طرية وطعمها حلو، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين، وان شاء الله تعملوها احسن من كده بكتير. والى اللقاء في فيديو جديد.